السلام عليكم اخوتي، لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا في احسن احوالكم. كنتمنى نكون طليت عليكم شي ساعه د الخير. جيت نشارك معكم جوج وصفات بعجين واحد. كنحضروا الملح وكنحضروا الحلو، كيجيو رائعين، كيجيو ساهلين ودغيا ما كيوجدوا. يمكن لك توجدهم في اخر دقيقه، ما كيدوش معنا بزاف ديال الوقت. ومهم خليكم مع الفيديو ومع المقادير، وكنبداو الفيديو ديالنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عندي هنايا غادي نعمل هذا الكوز ديال الماء، غادي ندوب فيه واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. المهم انا هاد المعلقه هذه راه كترفد لي الثمن ديال المعلقه صغيره، ملي كنعمل جوج كيتسمى معلقه كبيره لان الحال باقي بارد. صافي كنحركوها مزيان مزيان، كنخليوها على جنب على ما نغربلو الطحين. بالنسبه للطحين كتعملوا الكميه اللي بغيتو نتوما. الا عملتو نص كيلو ديال الطحين ما تكثروش الخميره باش ما يجيوش فيهم ريحه ديال الخميره. المهم هما دغيا ما كيخمروا، ما كيطلبوش منا يعني يخمروا حتى يضاعف الحجم ديالهم، لا غير كترتاحنا العجينه وكنرجعوا نخدموا بها. المهم بالنسبه انا عملت كيلو ديال الطحين باش خرجت الملح والحلو. بغيتو تعملوا على الملح عملوا على نص كيلو الطحين، بغيتو تعملوا الملح والحلو وكذلك عملوا كيلو ديال الطحين، وعلى حسب الافراد العائله، على حسب الكميه اللي نتوما بها. المهم كما كتشوفوا عملت انا كيلو ديال الطحين. المهم انا وريتكم على جوج لايف، وانما انا عملت كيلو ديال الطحين. الملحه، السكر. بالنسبه للسكر كيبقى اختياري، بغيتو تعملوا عملوا، ما بغيتوش كيبقى اختياري. بغيتو تعملوا العسل، انا الصراحه ما كنعملش المعجنات ديالي نهائيا السكر. المهم هذا عملت واحد شويه، واحد الثمن ديال المعلقه صغيره، والمليحه لان بحكم انا من الملح والحلو. صافي هنا عملت 4 ديال المعالق ديال الزيت اللي هي روميه او 5. الا دوبلتو العجينه عملتو كيلو كتعملوا اكثر، كتعملوا 8، يعني كيتعملوا تقريبا ديك 8 ديال المعالق ديال يعني 4 كاس ديال الزيت. وصافي الزيت الروميه. بغيتو تعملوا الزبده كتعملوا الزبده ماشي مشكل. صافي هذه كنخلطوا الخليط ديالنا، ومن بعد كنعملوا ديك الخميره ديال الخبز. كنعجنوا العجينه ديالنا بكاس ديال الحليب وكاس ديال الماء. الا بقى خاص زيدوا. العجينه ما تكونش مرخوفه وما تكونش ثقيله، تكون ما بين وبين باش ينجحوا معنا هاد الخبيزات ديالنا. ضروري من العجينه تكون مرخوفه واحد شويه. صافي كما كتشوفوا انا كنكب الحليب وكنجمع العجينه ديالي بشويه بشويه حتى كتجمع العجينه كامله كما كتشوفوا. المهم انا زدت كاس الماء اخر، يعني كاس هذاك ديال اللي كان عندي فيها الخميره وكاس ديال الحليب، وزدت كاس الماء اخر. انا قلت لكم يعني كنكبوا الماء كنكبوه بالتدريج، ما كنكبوهش في دقه واحده، كنكبوه شويه بشويه باش عندك ترخفنا العجينه عاود تجي خفيفه. واضطروا انكم خصكم تزيدوا الطحين. الا زيدتوا الطحين وانتم يعني واحد كيعمل على حساب القياس ديال كيلو ديال الطحين ونص كيلو. صافي كما كتشوفوا انا العجينه عي جمعت رماد لك ما حتى شي حاجه. صافي العجينه عي شويه الصراحه ما بغيتش نعملها في العجانه لان انا العجانه عندي كبيره. صافي دهنتها بشويه ديال الزيت وغطيتها بواحد بلاستيكه وخليتها على جنب على ما نرجع الحشوه. بالنسبه للحشوه هنا عندنا البصل عاوكا كيبقى الكميه اللي بغيتو نتوما كتعملوا. هنا في المقيله هذه غرقه عملت انا الزيت البلديه، وتما عملوا الزيت البلديه ولا روميه. طحنت البصل ديالي في الهاشور وغادي نعملوه هنا في هذه المقله، وغادي نعملوا على بوطيه تشحروا من الاوله. لان في هذه البصله هذه دقت فيها الصراحه فيها الماء بزاف، كنحاول ما امكن نعملها في المقله ونعصر من ديك الماء ديالها. صافي هنا كنشعل البوطه وكنعمل على بوطه تشحر حتى كتشحر البصله مزيان مزيان. كنزيدوا واحد شويه ديال الكفيته الا كانت متوفره، ولا الدجاج اللي عندكم، ولا الطون اللي بغيتو اللي متوفر عندكم في البيت. الفلفل الحمراء، زريعه القزبر، شويه ديال السكنجبر والملحه وبودره ديال الثوم. صافي هادشي اللي ما عملتش الخرق وما عملت هادشي اللي عملت في الحشوه. بالنسبه للحشوه ديالنا من بعد ما صافي من عملنا كلشي مع بعضياتهم خليناهم يعني كيتشحروا مع بعضياتهم مزيان مزيان حتى كتنشف. ضروري الحشوه خصكم تنشفوها من الماء، يا اما توجدوا على بكري وتعملوها في شي شبيكه تخليوها تستقطر مره من ديك من الماء ديال البصله والماء ديال الخضره، واما خصكم يعني تبقاو تشحروا حتى كتنشف. هنا كنزيد واحد 2 معالق ديال الزبده الطريقه هذه. عفوا قلت انا الزبده الجبن كنزيدوا واحد 2 معالق كبارين، او الفرماج اللي عندكم متوفر، او الجبن موزاريلا ما كانش عندكم ماشي مشكل خليوها كما نيت. انا الا ما كانش عندي في الدار ما كنتش غادي نعملو. شنو هذا الجبن الصراحه بقى هنا في هاد رمضان بقى في الثلاجه، كنعملو هيدا في هاد الحشوه بحال هكذا وصافي. المهم صافي هنا كنعملو واحد معلقه الزبده وواحد معلقه ديال الطحين، حتى كدوبنا طبعا معلقه الزبده، وكنزيدوا معلقه ديال الطحين وكنحركو مزيان مزيان، وكنزيدوا كاس ديال الحليب. صافي كنعملو البيشاميل هنا في نفس المقله بلا ما نبقاو نوسخو واحد بالعاد كسرونات. ثم الا بغيتو تعملوها في كسرونه اخرى ماشي مشكل. المهم حنا كنكبوا الحليب وحنا كنخلطوا حتى
كيشيل هذيك الطحين ويتخلط مع الزبده مزيان مزيان باش ما يبقاوش الكويرات صغارين. صافي من بعد كنخلطوا هاد البيشاميل مع ديك الحشوه كنخلطوها كامله. هاد الحشوه الصراحه كتجي معلكه كتجي رائعه. الا بغيت ما بغيتوش خليوها كما يعني واخا ما تعملوا لا شي مثلا هاد البيشاميل صافي اكتفيوا بها بالبصيله اذا بغيتوا تزيدوا الخضره مثلا القراع خيزو اللي عندكم فلافل ويعني تستغنوا على هذه الحشوه بهذه الطريقه هذه. وانما هذه الحشوه حنا دائما صراحه انا كنعمل ديك الحشوه هذيك بالخضر. انا بغيت نغير قلت راه نبدل عاوتاني ديك ماشي دائما نفس الخضر يعني نفس الحشوه نبدلو. صافي كما كتشوفوا العجينه ديالنا خمرت من بعد ما طيبت الحشوه وبردت تماما. هنا غادي نرجع نقطع العجينه ديالي كويرات اليوم صغارين. بالنسبه لهاد الباكيط بغيتوهم كبيرين بغيتوهم صغيرين الحجم اللي بغيتو. المهم انا عملت الحجم اللي هو معوض مناسب. صافي هنا اخوتي كنقطع العجينه ديالنا بهذه الطريقه ها هي وكنكورها وكنعملها في اللاطو وكنغطيوها بلاستيكه ونخليها صافي. هنا حتى كنكملهم كاملين وكنرجع ندق عليهم بهذه الطريقه. حاول ما امكن العجينه ما ترقواش. هنا اول حاجه غادي نعمل الشوكولات ديال الدان هو الاولاني. نتوما بغيتو تعملوا الكريم باتسري ولا اي يعني حشوه بغيتو ولا الشوكولاط ولا هادي يمكن لكم. بغيتكم تعمروهم كاملين بالملح عمروهم بغيتو تعمروا ممكن يجيو لك الصراحه هادو اللي حلوين صراحه والله العظيم كيجيو فني كيجيو رائعين. بعد الوليدات بعدا كيحماقوا عليهم زعما كلاوهم الصراحه ما خلاوهمش مع انه مع ان انا هادو ما ديال الحلوين كاع ما عملت بزاف عملت غير شويه ولكن تبارك الله كلاوهم. المهم صافي اخوتي هنا غادي نزيد نشارك معكم واحده اخرى بهذه الطريقه. صافي كما كتشوفوا كنعملوا حرابيل يعني بحال الشكل ديال الباكيت وكنعملوهم في اللاطه حتى كندهنوهم طبعا بالبيض المهم نخليكم على الفيديو غادي تشوفوا كلشي. صافي هي هذه كندقوا عليها نحاولوا ما امكن ندقوا عليها من الظهر ديالها واحد شويه وكنعملوها في اللاطه. ملي كنعملوها في اللاطه كنعملوها على الجهه اللي هي مشدوده اللي شادينها بيدنا. دابا هنا غادي نعمل الحشوه اللي هي ملحه. بالنسبه ديك شو تبارك الله العجينه ناجحه عامله البواوق ناجحه زعما يعني يمكن لكم تحضروا بها اي فطائر هذه العجينه هذه. صافي هنا كنعمل واحد 8 ديال المعالق صغيره ما تكثروش الحشوه باش تبغي تشدكم العجينه. وكنزيدوا واحد شويه جبن موزاريلا من فوق جبن موزاريلا ولا ديك الجبن مربع اللي عندكم يمكن لكم تعملوه ما كاينش ماشي مشكل. صافي وكنشدوا العجينه ديالنا من الجوانب نحاول ما امكن الحشوه ما نوصلوش للجوانب ديال العجينه باش تبغي تشاد معنا هنا. وكذلك كنقلبوها بحال الطريقه داخلين نفس الشيء هي اخرى محلوه هذه مالحه. صافي وكنشد نضغطوا عليها بالاصابع ديالنا واحد شويه ماشي بزاف وكنعملوها في اللاطه. صافي كنخليوها تخمر واحد شويه يعني شويه من واحد 5 دقائق 6 دقائق ماشي بزاف. دخلوها للفران وخليوها تما متعولوا لها الفران وخليوها لما تخمركم وصافي. ممكن يعني ما كيديوش بزاف د الوقت الصراحه دغيا ما كيخمروا. صافي هنا بعد ما ساليتهم كاملين هنا غادي نفلحهم من الطهر ديالهم بهذه الطريقه هذه. كيجيو الصراحه الديكور ديالهم مزيون وكيجيو رائعين كيجيو فشفشين من الداخل كيجيو مزيونين. المهم جربوهم وما غاديش يتندموا كما قلت لكم. وشي حاجه اللي هي يمكن لك توجدها دغيا ما كديش معنا بزاف د الوقت لا ما كدي بزاف د الوقت من المملحات اللي هما ساهلين. صافي هنا كنفلح هاد العجينه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا بواحد الموس اللي يكون ماضي واحد شويه ولا الزيزوار اللي كان عندكم في البيت في المطبخ هذا كتخليوه خاص للطبخ. صافي هنا كنبقى نفتح بهذه الطريقه هذه لان هاد الفلحات هذوما غادي نعمرهم انا بالجبن غادي نعمل عليهم الجبن وغادي ندخلهم من الفران. بغيتو تدخلوا من الفران دابا يعني حتى كدهنهم بالبيض دخلوا من الفران حتى يشدوا راسهم مزيان وتعرفوا عليهم يطيبوا ديك الساعه رشوا فوق منهم الجبن. الا بغيتو تعملوا الجبن انا بحال دابا انا مثلا صافي عملت كلشي صافي يعني خصني نسربي ما بقاش ندخلهم فرنا وخرجهم على حسب الوقت. صافي كندخلهم كاملين يعني كنعملهم الجبن وكندخلهم من الفرن كما كتشوفوا اخوتي كيجي الديكور ديالهم الصراحه رائع جدا. المهم غادي ندهن لهم الوجه ديالهم البيض مخلط مع شويه ديال الحليب بهذه الطريقه هذه شويه ماشي بزاف وكنرشهم بالزنجلان كيبقى الزنجلان ولا السانوج ولا اللي بغيتو كيبقى اختياري. بغيتو ترشوا رشوا بغيتوش ماشي مشكل. انا اصلا حنا غنعملوا فوق منهم الجبن ولكن الجبن غادي نعملوهم غير في هاد الفتحات هذوما صافي. وكندهنوا الباكيت ديالنا بهذه الطريقه اخوتي. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم مع ان التفاعل الصراحه ما كاينش في هذا مع ان رمضان يعني الواحد كيكون عنده الطلب يعني على هاد مملحات وانما الصراحه التفاعل ما كاينش المشاهده قليله بزاف.
المهم يعني كنبغيو زعما نحطوا الفيديوهات باش ما يمشيش يعني باش ما كيهودش التفاعل ديال القناه وصافي، واخا ما كاينش شي تفاعل، ما كاينش شي مشاهده اللي قوي اللي مجيد، يعني المهم ماشي مجيده، حنا ماشي من ديك اللي عندنا ديك المشاهده اللي هي كبيره وهذه، ولا انما لا المهم كنحطوا صافي الفيديوهات صراحه باش القناه ما تضيعش. وما انا والله قسما بالله ما كنشبر حتى شي درهم هاد القناه، يعني باقي ما كنشبر منها حتى شي درهم، باقي ما عنديش يعني شي مشاهده اللي غادي تشبر منها الفلوس ولا شي حاجه. صافي اخوتي هنا من بعد ما ساليتهم كما كتشوفوا تبارك الله شو كيف الجو، ستفتهم هنا في الطبيز كانوا باقي سخونين تبارك الله كما خرجتهم في الفران، ستفتهم هنا في الطبيز بهذه الطريقه هذه صراحه. شو كيفاش كيجيو ورطبين رطبين رطبين، يعني باقيين سخونين، ما قدرتش الصراحه نفتح معكم وحده تشوفوا. وهادو عاوتاني ديك اليوم حلوين، كيجي الديكور ديالهم رائع الصراحه، والله العظيم كيستحقوا انكم تجربوهم. وشي حاجه اللي هي مزيونه الانسان يبقى يكون له يعملهم حتى في الايام اللي هي عاديه ماشي غير في رمضان. المهم اخوتي كنتمنى الفيديو ديالي الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من الدعم واللايك وبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. المهم بالنسبه حنا ما كنشربوش الحريره في المغرب مع المملحات وداك الشيء، راه ما كنقدروش الصراحه حتى كنصليو التراويح، وكيجيو يجي الزوج ديالي والولاد من التراويح، عاد ديك الساعه كنغرفوا الحريره وناكلوها مع الشباكيه والتمر باش كنعرفوها في طاحت وكنشربوها باقا سخونه، يعني كتغلي من البوطان كرشنا. اما باش كنحطوا هكذا كلشي على الطابله ونخلطوا ونجلطوا، راه داكشي داك ما كنعرفولوش الصراحه، ما نقدروش ماشي يعني ما نقدروش ناكلوا داكشي كامل. المهم اخوتي هذه العشيوه ديالنا، كنتمنى ان الاعجاب ديالكم الفيديوهات ديالي، وشكرا لكم والسلام عليكم، تهلاو لي فراسكم.